مساء الخير. في سؤال بيتكرر كتير قوي عند كل الناس. انتوا ليه مختلفين في تحديد عيد الميلاد او الكريسماس؟ ليه بره بيحتفلوا 25 ديسمبر وانتوا هنا في مصر بتعيدوا 7 يناير؟ وايه الصح فيهم؟ اولا، عقيديا او فكريا كمسيحيين احنا مفيش عندنا اي اختلاف على الشخص. ده اول حاجه. عن شخص المسيح بتكلم، هو مين؟ احنا متفقين على سيد المسيح هو مين، لكن الاختلاف اللي في التواريخ ده راجع لاختلاف في التقويم. فاحنا هنا في مصر بنستخدم التقويم المصري القديم اللي هو اوله شهر توت، اللي هو دايما بيجي يوم 12 سبتمبر اول السنة المصرية القديمة. احنا هنا في مصر بنعيد يوم 29 كياك. كياك ده رابع شهر في التقويم المصري. عندنا أول شهر هو توت 30 يوم فترته، تاني شهر هو بابا 30 يوم، هاطور تالت شهر 30 يوم، بعد كده كياك. فاحنا بنعيد 29 كياك. طيب، اشمعنى اليوم ده بالذات؟ اليوم ده هو اللي ورد في كتاب الديسقولية. طب ايه كتاب الديسقولية؟ كتاب الديسقولية اللي هو كتاب تعليم الرسل. مين الرسل دول؟ رسل سيد المسيح. عملوا مجمع بيناقشوا فيه بعض الامور. ضمن الامور اللي ناقشوها في المجمع دوت يعني زي جلسه، ده المقصود بالمجمع، جلسه بين رسل المسيح عشان تباحثوا بعض الامور، ضمنها تحديد تواريخ الاعياد. فورد في الديسقورية كده انه الاحتفال بعيد الميلاد في اليوم 29 في الشهر الرابع للمصريين، اللي هو بيوافق يوم 29 كياك اللي هو الشهر الرابع. طب امال ايه اللي حصل بعد كده؟ في الاصل خالص كان 29 كياك بيوافق 25 ديسمبر. لحد كده الدنيا مظبوطه ما فيهاش اي خلاف. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان في بابا اسمه بابا جريجور، بابا روما، هو قال انه في اختلاف او خطأ ما في التقويم اليولياني. فعشان تصليح الخطأ دوت الناس نامت يوم 5، تاني يوم صحت يوم 15 عشان يظبط النتيجة. دي فكرته او وجهة نظره. بالتالي النتيجة اتشفتت لقدام، زي حكاية بنشفت الساعة لقدام ساعة، هو شفت الأيام 10 أيام. ده تقويم عادي مش تقويم ديني. يعني التقويم اللي احنا فيه حاليا هو لعب فيه. تخيل نفسك النهاردة ان احنا مثلا 3 يناير قال لك في خطأ في التقويم، عشان اظبطه مع تقويم تاني بقى وتفر هو ايه، هننام النهاردة لكن الساعة 12 مش هنقول ان بكرة 4 يناير، هنقول ان بكرة 13 يناير. هو ده اللي هو عمله بالظبط، وده اللي عمل الفرق في الموضوع. طيب، احنا الكنيسه المصريه عملت ايه؟ الكنيسه ملهاش دعوه بده كله. الكنيسه ماشيه على التقويم المصري. 29 كياك ما اتغيرش، هو ثابت. وافق 29 سوري، وافق 5 يناير، وافق 7 يناير، وافق 20 يناير. احنا الكنيسه المصريه ماشيه على التقويم المصري اللي هو تقويم دقيق جدا.